بباكو بيكنج باودر وباكو جيلي. هتعملوا حاجة أحلى من التورتة والجاتوه. هتنفع في المناسبات والأعياد الميلاد. بصوا هتشوفوا دلوقتي الجمال. وبصوا يعني حاجة طريقة سهلة جدا وجميلة. يلا نشوف، نخش على المقادير. مساء الخير على حبايبي الحلوين، وحشتوني قوي. بشكر حبايبي اللي بره مصر واللي خارج مصر وداخل مصر على تعليقاتكم الجميله وكومنتاتكم الحلوه. النهارده ان شاء الله هنعمل، لا تقولي لي بقى جاتوه ولا تورته ولا حاجه كده، جميله للمناسبات واعياد الميلاد. جميله جميله جميله. بصوا عامله ازاي، طعمها روعه روعه روعه، اقسم بالله روعه، وريحتها جميله جدا جدا. انتوا بقى بتقولوا عليها كيكه جيلي، كيكه فراوله. هتشوفوها معايا بالخطوات، جميله جدا جدا. بصوا عامله ازاي ومفرغه ازاي، جميله قد ايه، شايفين؟ جميله جدا. يلا بقى نخش في التفاصيل مع بعض. في الاول كده هنصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونسمي الله. يلا بسم الله. بصوا معايا كوبايه سكر كامله اهي، ومعايا هنحط باكو الجيلي بتاعنا، ومعايا كوبايه من الزيت. هنضرب بقى الخليط ده عشان صوت الخلاط، وهرجع لكم تاني. وهنضيف كمان عليه كوبايه من الحليب. هضرب الخليط ده كله. دلوقتي انا ضربت المقادير كده. هنشيل كوبايه كده على جنب من الخليط ده، وتحطيها عادي ما تحطهاش في التلاجة ولا حاجه، بدرجه حراره الغرفه عادي. وهنكمل ونشوف هنعمل مع بعض ايه. في اللحظه دي بقى هنضيف اهو، انا ضفت بيضتين شايفين اهو، وهنضيف 2 باكت فانيليا، وهنضيف معلقه خل، ورشه الملح. كده شفتوا المقادير؟ يبقى حطيت بيضتين، انا ضفت بيضتين ورشه الملح ومعلقه خل و2 باكت فانيليا. وهضرب الخليط وارجع لكم تاني. معايا بقى كوبايتين دقيق منخولين نخله حلوه، وهنحط بيكنج باودر كوبايتين دقيق بنفس معايير الكوبايه اللي انت بتعايري بيها الزيت واللبن والسكر. وهنحط الخليط بتاعنا، هتقلبي بقى الخليط كويس قوي اتجاه عقارب الساعه، مش عكس عقارب الساعه، اتجاه عقارب الساعه اهو. بصوا اهي قوامها جميل. بصوا عامله ازاي اهي. لو حسيتوا انها تقلت منكم هتحطوا حبه لبن وتخففوا بيها. لو حسيتوا انها خفيفه هتحطوا رشه دقيق برضو وتقلوا بيها، فاهمين؟ بس انا عاملاها كده مظبوطه جدا. دول كوبايتين دقيق، زي ما قلت لكم تخففوا وتقلوا باللبن والدقيق. انا بقى معايا دلوقتي صينيه دهناها دهنه زيت ودهناها زيت ورشيت رشه دقيق. هنحط بقى ايه الكيكه بتاعتنا. بأي حاجة رفيعة تعملي كده عشان تطلعش حتة عالية وحتة واطية كده. بص طالما فيها فقاقيع كده تعرفوا انها ايه. بص فيها فقاقيع كده تعرف انها الكيكة بتاعتك ناجحة. طبعا انا مولعة على الفرن مسبقا اهو، سايباه يسخن خالص، وهدخلها الفرن وهنشوف الخطوة الجاية هنعمله ايه مع بعض. بصوا انا طلعتها وسبتها تبرد خالص. بصوا جميلة. انا عايزة اقول لكم ريحتها وطعمها اللي هي صوص الفراوله وريحه الكيكه، اقسم بالله العلي العظيم روعه روعه. بصوا عامله ازاي، جميله جدا جدا جدا. انا دلوقتي سبتها تفتح خالص. هنجيب بقى كوبايه كريم شانتيه وعليها كوبايه حليب
متلجه ومعلقتين سكر، وهضربهم وارجع لكم تاني. بصوا بقى هنحط بقى ايه الكريم شانتيه بتاعنا. بصوا متماسك وجميل قد ايه. بصوا هنبدأ نفرده كده. بصوا بقى اهو هنحط بقى ايه صوص الفراولة اللي احنا كنا شايلينه اهو. بصوا جميلة قد ايه، اقسم بالله شكلها شيك جدا وما جالكوا اي حد. انا بقى خدت هنا حبة كريم شانتيه وخففتهم بمعلقتين حليب، وهزوق بيهم بقى كده. على الخفيف كده هنعمل كده. اقسم بالله شكلها شيك جدا، واي حد تقدميها بقى في المناسبات في اعياد ميلاد. جميله جدا جدا جدا. بصوا شكلها عامل ازاي، جميله قوي قوي قوي. دلوقتي هقطعها معاكم وهنشوفوا شكلها ايه. هقطعها معاكم. عملت كده زي شبه الكيك اللي هو ريد فيلفت. بس هطلعها بقى معاكم. بصوا بقى الجمال ده، شايفين؟ اقسم بالله منظرها جميل وشيك جدا جدا جدا. بصوا عامله ازاي، بصوا شايفين عامله ازاي، روعه. حاجه كده طعمها كمان وهم حلوه جدا. يا رب بقى الحلقه اللي تعجبه حلقتي النهارده يعمل لي بقى اشتراك ولايك ويدعي لي دعوه حلوه كده، واشوفكم على خير. باي باي.